لو ده شكل جسمك وعايز تخليه كده، تعال اقول لك على شويه خطوات تعملها عشان تتخلص من السكيني فات. ناخد مثال على زياد وزنه 60 كيلو وجسمه مليان دهون ويعتبر عضلات فيه قليله جدا، اللي هو السكيني فات. نيجي بقى لاكتر نقطه ناس كتير قوي بيضحك عليها فيهم وبيتقال لهم انكم عمركم ما هتعرفوا تغيروا جسمكم عشان انتوا سكيني فات. مفيش حاجه اسمها كده، انت اي جسم في الدنيا تقدر تغيره. لو انت رفيع، لو انت تخين، لو انت عريض، لو انت اي حاجه هتعرف تغير جسمك وتخليه بالشكل اللي انت عايزه. واكبر دليل على الموضوع ده زياد. بص الشيب اللي هو وصل لها بقت عامله ازاي وهو بدا من سكيني فات. اول واهم حاجه هتلتزم عليها هي التغذيه. تيجي على اي موقع بيحسب السعرات زي الموقع بتاعي، او تكتب في سيرش BMR، واول حاجه هتطلع لك اضغط عليها، هتحط وزنك وطولك وسنك ونوعك والاكتيف ليفل بتاعك، وفي الاخر هيطلع لك سعرات ثبات. هتمشي بقى على سعرات ثباتك دي من 3 ل 4 شهور، لان في مرحله السكيني فات انت ما ينفعش تنشف لان اوريدي مفيش عضلات، ما ينفعش تضخم لان انت اصلا عندك دهون. كلمه ما ينفعش هنا يا جماعه انا بقول لك الاحسن، لكن هل هو ينفع؟ طبعا ينفع، مفيش حاجه بتنفعش، القصد ان ده الاحسن. وطول ما انت ماشي في فتره سعرات الثبات هتلاقي ان انت بتزيد عضلات وبتقل دهون، وفي فتره معينه انت هتحسها من نفسك ان انت خلاص بقيت يعتبر لين وعايز بقى تبدا تكلين برضه. دي ممكن تاخد معاك لو انت ملتزم من 3 ل 4 شهور. تاني حاجه هتعملها ان انت هتتمرن بشده عاليه وهتقرب للفشل العضلي او هتوصل له. وركز جدا جدا في البروجريسيف اوفرلود، وهو ان انت تزود في الحمل التدريبي بتاعك سواء عدات او وزن. مش هتعرف ده غير لو انت بتسجل اوزان. زياد كان بيسجل وزنه في شيت الاوزان اللي ببعته له، كان موجود فيه صوره التمرينه وفيديو للشرح بتاعها والوزن اللي هو شاله بيسجله والعدات اللي هو بيجيبها، عشان لما يجي في الاسبوع الجديد بتاعه يعرف هو كان شايل قد ايه فيشيل اتقل منه او يجيب عدات اكتر. واهم حاجه انك تفولو اب نفسك وتتابع نفسك دايما بالميزان بتاعك، بنوتس انت بتاخدها لو مثلا بوظت واكلت وجبه فري او عملت حاجه الاسبوع ده. اكتب كده مثلا يوم الخميس الاسبوع اللي فات بتاعك كله كان عامل ازاي، وخد الصور بتاعتك ووزن في نفس اليوم يوم الخميس ده. انا بفولو اب مع العملاء بتوعي كل خميس، باخد منهم التفاصيل بتاعتهم كانت طول الاسبوع ماشيه ازاي، وعامل لكل شخص فيهم جاليري باخد منه الصور بتاعته. يعني الجاليري دي بتاعت شخص واحد بس مشترك معايا من 2025. اللهم بارك، فعلا ده كان ظهر زياد وحاليا هو عامل كده، وده كان شكل دراعه في اللبس وحاليا هو عامل كده. ولو انت عندك هدف وعايز تحققه وعايز نساعدك فيه ابعت لي في الكومنتات اونلاين كوتشنج وانا هبعت لك كل التفاصيل.